لاعبون مقدسيون موهوبون يأخذ معظمهم بطولات محلية وينافس بعضهم الآخر في المباريات العالمية، إلا أن هؤلاء لا يجدون في القدس ملاعب مؤهلة تحتضن رياضاتهم المفضلة أو تدريباتهم اليومية. ففيما تعزز سلطات الاحتلال استهدافها للأندية والملاعب الرياضية في القدس بالإغلاق أو التجريف، تفتقر المدينة أيضاً للمؤسسات الممولة للاعبين الناشئين والداعمة لهم مادياً ومعنوياً. القدس الغربية عندهم المنشآت، عندهم الملاعب، عندهم القاعات. في القدس الشرقية طبعا كله ممنوع. احنا لنا فترة، أنا بدي أحكي كأكاديمية، مقدمين لتصاريح أو لرخصة لبناء ملعب رياضي. في رفض كبير من سلطة الاحتلال لأنهم ما بدهم أي شيء إنه يخدم الأولاد أو شباب مدينة القدس. احنا بنحتاج انه يكون في عندنا اكاديميات تهتم في قطاع الشباب والصغار والناشئين، حتى انه نشتغل عليهم ونخرجهم، لانه احنا عمالنا بنعاني في مدينه القدس انه احنا عمالنا بنجيب لعيبه من الشمال، بنجيب لعيبه من غزه، بنجيب لعيبه من الضفه، وعماله ابن القدس صار يطلع يلعب مع فرق ثانيه. عشان هيك الكل صار اللي عماله بدور على انه يطلع يحترف برا مقابل انه ياخذ مبلغ مادي. وضمن مسلسل التحديات شبه اليومية، يشتكي اللاعبون صعوبة التنقل والوصول للملاعب خارج القدس التي عزلت الحواجز الإسرائيلية بينها وكبلت الأندية بنفقات مادية، ناهيك عن اقتحامات الاحتلال المتكررة للملاعب والمنغصة للتدريبات. النادي المستوطنين أخذوا جزء كبير منه وسووا عليه مستوطنة، وأعطونا وقت مثلا للساعة 10 إنه بعد الساعة 10 ممنوع حدا يضل في النادي. وكثير اتصلوا لنا في الشرطة، والشرطة أجت وطردتنا من النادي بحجة إنه إحنا بنزعجهم وإحنا بنرفع العلم وبنضايقهم يعني. فبنضطر نطلع على ملاعب بالضفة عشان نعمل تمرين كامل، وهذا الإشي بأخذ من وقتنا كثير وقت. يعني مثلا تمريننا الساعة 6 بنضطر نطلع قبل بساعة ونص عشان نوصل. 42 فريقاً مقدسياً باتت اليوم موزعة على 3 ملاعب فقط في القدس، بعد أن عمدت وزارة الجيش الإسرائيلية إلى إغلاق العشرات منها كملعبي سلوان وجبل المكبر التي اقتطعتهما لصالح إقامة المستوطنات. ما ترمي إليه سلطات الاحتلال عبر استهداف المنارات الرياضية في القدس لإفراغها من روادها واجتثاث الحركة الرياضية فيها بصورة عامة، فتسعى جاهدة لتضييق على اللاعب المقدسي وتكبيل أحلامه، كما وتحريمه من حقوق إنسانية كفلتها المواثيق الدولية للاعبين كافة في شتى بقاع الأرض. لبرنامج القدس، ياسمين أسعد، الغد العربية، القدس المحتلة.